هو الواقع ديال الاعتداءات الجنسية غادي في تزايد، يعني الحالات هي حالات كثيرة. أكيد على أنه الطابو اللي ما بقاش طابو، حتى هذا كيشجع الناس على أنهم يبلغوا وعلى أنهم يشكيوا، وهذا شيء جميل. ولكن المشكل كاين في محاربة الظاهرة. كيفاش غادي نحاربوا الظاهرة؟ لأننا حنا كنعرفوا بأنه ما كاينش واحد التنسيق ما بين جمعيات المجتمع المدني اللي كتشتغل في هذا المجال وما بين المؤسسات الحكومية، وهذا واقع زعما يعني ماشي لا نتزايد على أحد. في الحقيقة حنا ما فهمناش علاش كاين دستور، كاين إشراك المجتمع المدني، كاين الفصل 12، ولكن مع الأسف في الحكومة ديال السي عبد الإله بن كيران هذا الشيء كله ما كاينش منه. وبغينا إجابة في الحقيقة لهاد التجاهل ديالنا كمجتمع مدني، ولكن بغينا السيد رئيس الحكومة ما يواجهناش بأن هناك تماسيح وهناك عفاريت وهناك تحكم. خاص يعطينا إجابات حقيقية علاش ما لقيناش لا تجاوب ولا نتائج لمحاربة ظاهرة الاعتداءات الجنسية على الأطفال. تفائلنا خير من اللي شفنا البرامج ديالهم وهذا الشيء اللي غادي يكون. وانا شخصيا في اللقاءات اللي كانت في الحمله الانتخابيه السابقه ديالهم طرحت عليه السؤال، السي بن كيران شنو رايكم في الملائمه ديال القوانين الوطنيه مع الاتفاقيات الدوليه لحقوق الطفل؟ فالاجابه ديالو كانت مقنعه ومقنعه جدا. قال لي السيده نجاة انور، الا كنتي كتحدثي على منظمه ما تقيش ولدي او على جمعيات ما تقيش ولدي، فانا منخرط عضو في الجمعيه ديالكم لانني اؤمن بنضالكم. فهذا الشيء هو اللي خلانا يعني نتفائل خيرا. ولكن مع الاسف زعما يعني كنا فعلا مصدومين بهذا العمل هذا اللي ما شفناش فيه اي تغيير وما شفناش فيه حتى شي ايجابيات. مع الاسف ملي الظاهره هي ظاهره في تنامي وفي تزايد حالات كثيرة ومتعددة، والأطفال خص غير اللي يعالجهم واللي ينقذهم، لأن الأطفال المغاربة اللي تعرضوا للاعتداءات الجنسية راهم يعانون في صمت. ولكن مع الأسف ما كاينش أرقام دقيقة. وهنا غادي نرجع وغنعاتب على وزارة التنمية الاجتماعية وغنعاتب على السيدة بسيمة الحقاوي اللي يعني مع الأسف وافقت لواحد الجمعية اللي لا علاقة لها بمجال الاعتداءات الجنسية على الأطفال على أنها تقوم بدراسة ديال التقييم الواقع ديال الاعتداءات الجنسية على الأطفال. ومع الأسف وتنقولها بصراحة، هذه الجمعية هذه يعني تسهلت لها مبالغ مالية كبيرة جدا، مشات فقط لوزارة العدل وخضت الإحصائيات ديال وزارة العدل، مشات لمديرية الأمن الوطني وخضت الإحصائيات لمديرية الأمن الوطني، وزادوا عليها جمل من هنا وجمل من هنا وخرجوا لنا تقارير. فكتبقى الظاهرة واللي عطاكم شي رقم كيبقى رقم، فهو يعني رقم كذوب ولا مجال له من الصحة. واحنا المهم ياك كنشتغلوا من 2004 وحنا كنشتغلوا، ياك الناس كيتصلوا بنا يوميا وكنوجهوهم وتنديروا داك الشيء اللي تنقدروا نديروا، يعني المجال ديال الاشتغال ديالنا. فالناس لا يهم نجاة أنور في شيء، لأن الناس كتجلس من مور واحد البيسي فقط كتكتب جوج كلمات وتسب الناس. أنا تنقول الإنسان اللي مواطن يخدم حتى إلا انتقد لأنه خدم ولأنه كيعرف علاش ينتقد. المنظمة ديال ما تقيش ولدي أو موضوع الاعتداءات الجنسية على الأطفال هو كبر من هذا الشيء. الاهتمام ديالنا يكون هو كيفاش غنحاربوا ظاهرة الاعتداءات الجنسية، لأن احنا كنشوفوا يعني غير الأحزاب السياسية، شحال عندنا ديال الأحزاب السياسية، إذا حتى جمعيات المجتمع المدني فهي جمعيات كثيرة. كاين جمعيات اللي كتلائم وكتشتغل، كاين جمعيات اللي ما كتفهمش، على حسب كل واحد والمبادئ ديالو. وبالمناسبة احنا اليوم خلقنا واحد الفيدرالية ديال جميعا ضد البيدوفيليا. هذه الفيدرالية اللي انضمت لها مجموعة من الجمعيات ديال المجتمع المدني، تقريبا ما يزيد على 190 جمعية في المغرب اللي التحقت بهذه الفيدرالية ديال جميعا ضد البيدوفيليا. والهدف منها هو أننا نكونوا هذه الجمعيات التكوين الصحيح باش انه يعني تقدر تشتغل. لان شنو تيوقع ملي كتجي شي حاله ديال حالات الاعتداءات الجنسيه على الاطفال، كتجي مثلا شي جمعيه هي كلها رغبه وكلها يعني نشاط وحيويه باش تشتغل مع هذه الاسره، ولكن ربما الطريقه
ما عندهاش. كيصدق مثلا كيصوروا الاطفال كيطلقوهم في اليوتيوب، فكيلقاو راسهم هاد الاطفال انهم ملي كيرجعوا للحي ديالهم ما كتبقاش عندهم المكان ديالهم انهم يدخلوا في وسط الحي ديالهم. كيوليو هاد الاطفال خصهم ولا حتى الاسر ديالهم خصهم يهربوا من هذاك الحي لان كلشي تيولي نعات فيهم. قبل ما تخرجوا ما تنسوش تابوناو في لاشين يوتيوب وبارطاجيو الفيديو مع اصحابكم في مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش ديروا جيم.